السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا فاكرين طبعا الفيديو المقدمة ديت، وشرحنا فيها ان دي الزراعة المائية، ودي عبارة عن احواض سمكية، وفوقيها بتبقى فيه اللي هي احواض الزراعة المائية، ودي اللي بتخلصنا من الامونيا اللي موجودة في الاسماك. ننقل منها على الاحواض السمكية العادية اللي هي زي اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. ودي مزرعة احنا كنا اشرفنا عليها وصممنا الديزاين بتاعها ده لإنتاج الأسماك. ودي بتعمل إن هي بتشتغل بنظام إن إحنا بندخل مية وبنصرف مية بصفة مستمرة. طبعا بتستهلك مية. وده نظام تاني في إعادة تدوير للمية، برضو بنفس السيستم كده، بس بنعيد تدوير المية تاني عشان نستخدمها، عشان نتخلص من الامونيا ومن المفاضلات اللي فيها. طيب نرجع بقى هنا ندمج الاتنين مع بعض. وفاكرين نفس الفيديو ده اللي اتكلمنا فيه على فكرة دمج الزراعة المائية مع تربية الاسماك والتخلص من الفضلات. في ناس كتير اتصلوا بيا من كل مكان في مصر وبره مصر. هو ده احنا ممكن ننفذه فعلا؟ طبعا ممكن ننفذه طبعا. ما ننساش ان احنا هنتكلم ونقول ان الفكرة دي او الديزاين دوت اتعمل في ماليزيا، واشتغلوا فيه وانتجوا فيه زي ما احنا شايفين كده نباتات او اعشاب بيصدروها. طب احنا ممكن نعمل ايه عندنا؟ وممكن نزرع ده ازاي فوق الاحواض السمكية اللي عندنا، ونستفيد بيها ان احنا نتخلص من الامونيا ونتخلص من النيتروجين اللي موجود في المية، وممكن يأذينا الاسماك ويأثر عليها زي ما احنا شايفين كده. هو طبعا هنا بيقوم بالحصاد فوق هو ماشي كده طبعا في الاحواض بتاعه الزراعه المائيه. طيب ده احنا ممكن نعمله فعلا عندنا. هقول لك ازاي. بص كده على الفكره اللي جايه دي دلوقتي، وهنعرف احنا ازاي ممكن ننفذها فوق الاحواض السمكيه. شايف دي طبعا دي الالواح بتاعه الاسبستوس لو احنا كنا فاكرينها. كان زمان كانت بتستخدم في الاسقف وكده. هي استخدموها هنا اهوت في ان احنا بنجيب بيئه اللي احنا زارعين فيها البنجر اللي احنا شايفينه ده دلوقتي كده. بص، هو احنا في ناس كتير واخده على ان الزراعه لازم تكون موجوده في تربه وكده. لا، في حاجه اسمها تربه بديله. والتربه هنا الموجوده او التربه الطينيه كل وظيفتها حاجتين. اولا بيبقى فيه دايب فيها عناصر اللي هي بتقوم بتغذيه النباتات، وفي نفس الوقت بتعمل على تثبيت جذور التربه. احنا هنا في اللي احنا شفناه في الاحجار البركانيه او في الحصى او في زي ما احنا شايفين كده بتثبيت النباتات دي فوق الاحواض الاسبستوس، والميه بتبقى ماشيه تحتيها. آه، احنا هنا بنستعيض بالتربه دي في حاجتين. العناصر اللي موجوده في التربه احنا هنا بنوفرها فين؟ بنوفرها من الميه اللي جايه من الاحواض السمكيه بكل العناصر اللي فيها من فوسفور ومن كالسيوم ومن نيتروجين، ودول اهم عناصر محتاجها النباتات. وفي نفس الوقت التثبيت بيتم عن طريق الالواح اللي هي متثبته دي فوق، او عن طريق البيئه اللي احنا بنزرع فيها. اذا هنا من السهل جدا ان احنا فعلا ممكن نعمل الالواح دي فوق الاحواض السمكيه ونستفيد بيها، ونزرع نفس بقى المنتجات اللي احنا شايفينها دي دلوقتي. مش شرط يكون المنتج اللي احنا شفناه اللي هو البجاجة اللي هو كان موجود في ماليزيا. لا، احنا هنا ممكن نزرع انواع الكابوتشا والخاص والايسبرج وجميع انواع الخاص. احنا ممكن نزرعها بسهولة جدا زي ما احنا هنا شايفين. نزرع جميع الخضروات الورقية، البقدونس والكزبرة والجرجير. هنا ما ننساش ان هنا الزراعة دي زراعة اورجانيك، زراعة ما بتخشش فيها اي تسميد غير طبيعي ابدا. مفيش كيميكال موجوده هنا خالص. زي ما احنا شايفين دي الجذور بتمتد طبعا وبتشرب او بتتغذى يعني على كل العناصر اللي موجوده في الميه بتاعت الاسماك، وفي نفس الوقت بتخلصنا من كل العناصر اللي ممكن تأذي الأسماك تحت. فبالتالي هنا كده أنا وفرت كتير جدا في تربية الأسماك. تخلصت من الأمونيا، تخلصت من العناصر الغير مرغوب فيها، ووفرت للأسماك جو مناسب لها لنموها. أي حد عنده استفسار ممكن يسيب لي استفسار في التعليقات ونرد عليه بكل أريحية. كان معكم وجيه خوجة من قناتي على التيك توك أو قناة وجيه خوجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.